يفصل المؤتمر في روما، مؤتمر قانون العقوبات في روما، بأنه لا قيمة للاعتراف. ومقدسين العدالة يا سيد الرئيس الموقع حضرات السادة المشترين حصل اعتراف، وأن لا يهنئ له وأن لا يعمل عليه إلا إذا فحصناه فحصا دقيقا ووجدناه يتمتع بالشروط التي نص عليه القانون، أن يكون صادرا من ذو إرادة صحيحة، صادرا من ذو أهلية إجرائية، ألا يكون ثمرة لإجراءات غير مشروعة، أن يكون مطابقا لمبدئيات الدعوة وحقيقتها. فإذا كان الاعتراف غير ذلك فلا يمكن أن يعول عليه. سيد الرئيس الموقر شيئا يتهمه على امتيازات المجاز الأول هو الاعتراف بالمعزو إلى المتهم الفاسد، والمجاز الثاني وهو حق أيضا تحريات المباحث التي تعزز القرائن والأدلة، ولا يوجد في الدعوة لا قرينة ولا أدلة. الجثة معدومة الهوية. لم يكن أحدا أن هذه جثة المتغير الذي لا زال حي ينطق حتى الآن. أنا بنازع في وفاة المتهم، في وفاة المتغير. لم يكن أحدا من هويته أو من أسرته أن هذه هي جثة المتغير حسين وائل. لن يتعرف عليه أحد، لن يثبت بها أي أوراق تفيد أن هذه الجثة هي المتغير حسين وائل. عندما قام الرئيس الشرعي بتصحيح هذه الجثة لم يجد حتى ورقة تدله على أنها جثة المجني عليه أو المتغير حسين وائل. لم تأخذ بصمة وراثية لهذه الجثة، لم يحلل الحمض النووي لهذه الجثة. إذا يا سيد الرئيس الموقر حضرات السادة المستشارين، هذه جثة مجهولة الوين، ولا يمكن أن يجزم بأن هنا في دار الحق ودار العدالة لا نبتغي إلا الوصول إلى الحق والعدالة. وأنا ليس مدافعا عن الباطل، ولكن جئت إليكم كمرشد جديد أضع أصابعكم على الحقيقة واستبعد اللوث وهينكم والباطل من القضية. سيد الرئيس الموقر اليوم قال كثيرا، ولكن هذه القضية شملت على الاعتراف فقط، لأن بقية قائمة السجون لا اعتبار لها. لا يوجد شاهد رأى الواقع، رأى بعينه، والتحليات هي معززة وقرينة للأدلة. فإذا كان الاعتراف المعزو إلى المتهم الماثل صادرا من مجنون، ودفع بجنون المتهم صادرا من مجنون، إذا كان الاعتراف المعزو إلى المتهم صادرا من مكره، أكره على هذا الاعتراف وتم تعزيمه والاعتداء عليه وتم إصابته في عورته، وهدد الاعتداء عليه وعلى أسرته وعلى زوجته إذا لم يسرد هذا الكلام الذي ملي عليه. وقد أكره إكراها معنويا أمام النيابة أيضا، وتم التوقيع على هذه القالة وهو مكره عليها مجبر عليها غير متصور لهذه الأقوال التي صنعت. أقول لحضرتك هذا الكلام حضرتك بتتكلم عنه مرحلة ما قبل أمام أساس التحقيق